اركب يا صديق تعالى. ايه ده؟ بنت اخوك يا صديق اركب. والله انا مش مصدق انه جاب عربيه جد، ما مصدق ان هو بيعرف يسوق. عليكم السلام يا اماه. دي سرقنا. ها صور لقطة يوسف جو هو بيسرق، هو حرامي. اخوات حبايب قلبي، ازيكم عاملين الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه قرب رمضان. متعود في بدايه كل سنه ان انا احط شويه اهداف كده واحاول ان انا احققها في خلال السنه دي باذن الله. فكان عندي هدف بقاله 5 سنين، كل سنه بحط نفس الهدف ده وبقول امتى احققه واحط جنبه علامه صح ان حققته. والنهارده وبعد ما خلاص الحمد لله وبفضل الله عرفت ان انا احقق الهدف ده، هقدر احط معاكم علامه الصح دي ونفرح كلنا. ويلا بينا نفرجوا على العربيه. دايما كنت بقول اللهم بارك لهم فيما رزقتهم وارزقنا خيرا منهم، واول مره هقول بسم الله ما شاء الله. طبعا ما اعرفش الفرق بينهم، فالاولانيه بتتقال الحاجه اللي هي مش في ايدك مش بتاعتك، تاني واحده بتتقال الحاجه بتاعتك انت بتبقى في ايدك ملكك. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. طبعا كل ده بفضل ربنا ثم انتم بفضل طبعا الدعم اللي انتم تدعموا الفيديوهات بتاعتي. فعلشان كده عاوز اقول لكم شويه نصايح. اول حاجه لازم تحسن الظن بالله في اي حاجه انت عاوزها او بتتمناها من ربنا، حتى لو كل الطرق بتقولك ان هو صعب او مش هتقدر تحققها او يستحيل. لازم تحسن الظن بالله لان هو الرب المستحيل. كنت بتمنى ان انا اشتري عربيه في سنه ثالثه لحد ما وصلت سنه ثالثه، وللاسف انا سبت الكليه لان انا اكتشفت ان هي مش افضل حاجه بالنسبه لي وانا مش هقدر اكمل فيها. انا اكتشفت ده متاخر جدا. ربنا كرمني ودخلت كليه تانية، ودلوقتي حاليا انا في سنه ثالثه والحمد لله ربنا كرمني بالعربيه اللي انا طلبتها منه. يعني برضه الامنيه اتحققت، فلازم تحسن الظن بالله. تاني نصيحه هي العمل في السر. اخفاء الاهداف بتاعتك اللي انت عاوز تحققها او حتى خلاص قربت تحقق، اكتم كل ده واعمل في صمت وفاجئهم في الاخر بالنجاح بتاعك وان انت خلاص حققت الهدف. زي ما هعمل مع اهلي واصحابي دلوقتي، وهنفاجئهم بتحقيق الهدف بتاعي لان انا عملت في صمت زي ما قلت لك، وهنشوف ردة فعل كل واحد فيهم وهفاجئ كل واحد فيهم بطريقه مختلفه وشكلها ازاي. فخليك للفيديو لحد الاخر. تالت نصيحة، خليك دايما حاطط الهدف بتاعك قدام عينك، ما تخليش اي حاجة تبعدك عنه. اتعب دلوقتي علشان ترتاح بعدين. كلنا بنسمع المقولة دي، وعاوز اقول لكم ان انا شايفها بنسبة كبيرة الى حد ما المقولة دي صح، والله اعلم. انا ما كنتش بشوف اصحابي كتير ولا بقعد معاهم، مش بخرج علشان عندي شغل وحياتي كلها كانت في البيت. قاعد دايما لوحدي بشتغل وبحاول اركز على نفسي علشان اقدر اوصل للهدف ده. اسمع مني، انت لازم تتعب وانت صغير علشان ترتاح وانت كبير، علشان يبقى عندك وقت لاهلك لمراتك لاولادك لعيلتك. مش تقعد تلعب وتهدر وقتك في سن مفروض ان انت بتبني فيه حياتك المستقبليه، بدل ما يبقى طالع عينك في الشغل علشان تعرف توفر المصاريف لاولادك ومصاريف كذا وكذا وكذا، وما عندكش وقت ان انت تقعد معاهم، ويوم لما تقعد معاهم تبقى مخنوق من الضغط اللي عليك. طولت عليكم انا عارف. يلا بقى نروح نشوف ردة فعل اهلي واصحابي لما يعرفوا ان انا جبت عربيه. طيب زي ما قلت لك الايه الفكره، ان احنا المفروض مثلا ايه نمسك طوبه ولا اي حاجه نرميها، او ان هو ينط من العصفور والكلام ده كله. ارمي دي مثلا كده العربيه انت بتستعبط. طب ما ايه الركنه الغبيه دي؟ حد يرمي كده؟ طب اطلع عليها؟ ليه يا عم انت ترمي حد؟ السقف ده يستحمل؟ يا عم عيب يا عم، افرض الراجل بيصور اني زي اشتمك. ده تستحمل حد يعمل في عربيه ابوك كده؟ حرام يا يوسف، فيديو هيدخلك كام تطبق له السكن. ارمي كده يا عم اللي ترمي بترمي هنا عدني فوق. طب بص انا هطلع عليها ظبطي الكد. يا عم يا يوسف اسيبك وامشي. والله لو جه هرمي التليفون. اسمعيني امسك الحجر ده. ارمي بقى. يا عم بس يا عم. تطلع من هنا على هنا على طول على فوق. عارفه انا مش عارف هي تبع مين، يعني مش عارف هل ابص يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت، مش عارف اعمل ايه. دي بكيسها يا عم. هيزعق فيا يعني. دي بتاعتك ولا ايه؟ بتاعتك.
الذي خلاني اتخلى عن هدفي. جيب منين ده؟ تخيل اتخلى عن هدفي يا صديقي. ايوه والله ده كلام زيك احسن خالص. مش هتجيبك. اللهم بارك يا عبد. ده كانت ساعة العمل. اركب معاك لما تركب انت معايا. يلا يا ابن اللذينه. ايه؟ طب اعمل لك المفتاح ليه يا ابني؟ تعال اركب يا صديق، اركب يا صديق، امسك، اركب يا صديق. ما شاء الله. اللهم خش ادخل، اللهم بارك. ادخل يا ابني. بتعرف تسوق اهم حاجة؟ ايه؟ بتعرف تسوق؟ يعني ايه الجملة دي؟ واحدة كمان. انت بتسوق ولا ايه؟ انا نسيت. ما شاء الله. اللهم بارك. ايه الحلاوة دي؟ حبيبي والله العظيم انا مش مصدق. ايه ده يا ابن والله انا مش مصدق انه جاب عربيه قد ما مصدق ان هو بيعرف يسوق. لا يا اسطى والله العظيم ما شاء الله. حاجه جامده فشخ. اللهم بارك. ايه هي روايتك قبل ما تنام؟ مالكش دعوة بالناس. كملوا مالكوش دعوة بالناس. ظابط. ده حرام ده كتب. شركة الكهرباء؟ ما نعرفش. الكهرباء بيقول في شركة الكهرباء. بيصوروا ايه؟ ايه؟ بيصوروا ايه؟ بيصور فيديو. مالك؟ صدور. صدور. عليك. احمد اوعى يا احمد شافوه. بس ندموا بسرعة. ايوه يا يوسف. الرجل خد احمد مستحلفين انه يكسروا لك العربية. بس يوسف جاي اهو. ان شاء الله العربية ب 2000 جنيه. شوف تدفع له 1000 جنيه منين؟ يا الله. يوسف ماشي يمجد. انت مبسوط ليه طب؟ اخوك اتخطف. انا عارف ان هو مجد. ماله؟ ايه اللي حصل؟ خلاص ايه اللي حصل؟ ابوس الكسر. طلع قلبه بيجي. طه ده يوسف دخل يستحمى بسرعه عشان جاي من الجيم وهنطلع على قسم الشرطه دلوقتي. انا قلت لك ده يوسف. قرب عشان عشان مش عاوز اشغل اضاءة، فاهم؟ بالصلاة على النبي يا حاج شعبان، الشقة دي 3 مطارح ومطبخ وحمام وريسبشن قطعتين. وايه؟ ومطبخ وحمام وريسبشن قطعتين. قال لك والبيت ده عاوزين فيه كام؟ 3 ووتر مليون باوند. بص يا معلم، المفروض دلوقتي انت معاك العقود وتدخل بيها كأنك داخل بيها على البيت وكده تاني، فهمت الفكرة؟ هوب العودة هي يا حاج شعبان. حلو، علي صوتك معلش. نعملها كأنك لسه بتقفل باب العربية مثلا وجاي. يا ابني قفلة الفيلا اللي جنبنا مفتوحة وفي فيها كاميرا مفتوحة. يا عم مد ايدك على البتاع كأنك يعني هو ممكن يطلع في أي لحظة. ها اتفتحت. فتحت. ايه ده؟ المراية فتحت وقفلت تاني ازاي؟ يا اسطى خلاها بالموتوسيكل بتاعك. فعلا مننا وعلينا. طب شد الاكره كأنك هتفتحه. يا عم بالله عليك اهدى اهدى. الله اكبر. يا عم خضيتني يا عم. اسامه ولدي بالبصمه دي ولا ايه؟ الله اكبر يا عم ما شاء الله. فرحان يا صديق حبيبي. حبيبي تركب في الشنطة خلاص. نفسك تركب في الشنطة، هتركب في الشنطة. انا مستغرب برضه مش مرخص ومفيش نمر. مكونات والخامات. بسم الله ما شاء الله. فرحان يا صديقي الله اكبر. حبيبي والله العظيم يا ابني فرحت لك. حبيبي. عبده هشام بقى كان مصدوم ان انا بسوق، مش ان انا معايا عربية. ايوه ده انا مصدوم برضو. انا كان في دماغي بص مليون بلوه. فعلا يو ميك ماي داي.
ياه للدرجه دي؟ كانك لسه راجع من الخليج وكده وشفت يوسف وابوه واقفين بره وانت قريبهم، فهمت الفكره؟ فهلا والله بقى، وكيف الاخبار، كيش الاحوال والحاجات دي كلها. يلا على الباري مرحبتين، يلا على الباري مرحبتين. سبحان الخلاق. هلا والله شو الاخبار، ايه الاحوال؟ هلا والله شلونك شغدارة؟ خليجي من امريكا. المنوفية. لا مش اخبارك، ايه الاحوال؟ اسال عن البتاع بقى، اعتبرها ملكك يا فقير. انت فقير عارف تجيب زق ولا انت متاخر 4 سنين عن ميعادك. اسكت اشلح صوتك. اوعى اوعى. انت بتهددني؟ ايوه لو راجل اعمل حاجه. لو راجل افتح دي كواليس دي. لو راجل الصراحه معاك. افتحها كواليس. لو راجل يا راجل اعمل ايه؟ هات العربيه اللي انت كنت عمال تقول عايز تجيبها من 3 سنين ولا 4 سنين ورا يا خنزير وقلت مش هنزل الجيم غير لما اجيبها. ونزلت الجيم وما جبتهاش وعملت كل حاجه ما جبتهاش وعدت 3 سنين عن ميعادك. ان شاء الله العيد اللي جاي ده هنصلي العيد زي العيد اللي فات واللي قبله واللي قبله. لو تعرف تعمل حاجه اعملها. لاقي احلى عربيه في الشارع. عجباني. لا يلا اديني مهله 3 سنين اجيب لك واحده زي اعرف لي نوعها بس. بسجل وانت بتتحداني انس بنفذ الوعد. لو تعرف تعمل حاجه اعملها. سعر التيجو. التيجو؟ ايه اللي ده صوت عربي؟ دي الف لام قمريه دي صح؟ دي عربيه 2025. ده انت دوست في احلى ابن لذيذه. انا معايا الفيزا جوه اجيبها لك واجي. انس اركب يا انس. انت خايف ليه؟ تفتح. اقفل عليه. دي بتاعتك؟ امال لا بتاعت الجيران. غور انت مصطفى مين؟ ده بجد؟ مش مهزره يعني؟ ولا ايه يا ابني؟ ده بجد؟ اضرب تلاكس اضرب تلاكس. هي دي بتدي زماره. ولا بجد؟ اقسم بالله عايش والله بكلمك بجد. حبيبي حبيبي. يعني مفيش تصوير اصلا. الهدف اصلا انا كنت عاوز اسخنك مش اكتر. انا ما فيش فيديو، ده فيديو لسه بقاله ما اتعملش اصلا، لسه بدري علينا، بدي لك حته منه اصلا. انا مصدوم. انا مصدوم قوي. مش مصدق. ايه البتاع ده؟ البتاع ده شكله حلو. في زرار كتير اصلا، حاسس اني عايز ادوس على كل حاجه. انا من بارتش كده قبل كده. انت بتعرف تسوق طبعا عشان السحبه دي. اتفضل بص ده كده مفيش حد ما قاليش انت وعبده علاء وعبده هشام ومصطفى. قلت يمكن يكون الريموت بيعمل صوت. بس لقيت المرايات بتتحرك كده. عايش يا فنان عايش. بص احنا عاوزين نعمل ايه؟ المفروض ان انا اطلع للدور التاني، فاطلع الدور التاني اروح دايس عليها. دايس على مين؟ مفتوحة؟ كان الباب مفتوح. انا تقيل مش عارف اطلع لفوق. لا انت تطلع عليها انت، انا مش عارف اطلع عليها. اكيد نايم، صاحبها اكيد نايم. ياخد علينا فلوس بالهبل ده لو شاف. هياخد بالبيت بالعفش في اللي جوه كله. دي لو اتكسرت البتاع اللي فوق اهي. بص المفروض يوسف نسي ان المفتاح فوق عند الاب، هنعمل كده نرمي دي. تعرف توصلها فوق؟ توصلها فوق؟ انا خايف على دي. انت اللي هتتنفس. هو في كاميرات هنا، في كاميرات؟ هي برضه هيجيبوك. انت جايباها؟ اه ولا هيرمي ماليش دعوه. تبقى صغير احلى عشان لما توجع تعمل تأثير قليل. اما دي هتطبع. نجري ولا ايه؟ حرام اطلع ليه من هنا وما اخش من هنا. ايوه صح. لا دي اوتوماتيك. يعني ايه؟ تتقفل برمود. ما ينفعش اعمل لك كده؟ لا ده انت عملت لك هتفضل زي ما هي. جرب صور لقطة يوسف جو هو بيسرق. هو حرامي زي بتوع الافلام. هي عربيته. هي عربيته. عربية يا عربية. بستهلك.
ايش رايك؟ الف مبروك، الف بس. ده انت بخيل يا جدع. ممكن تشوفنا دلوقتي. هي اللي واقفه هناك دي هي بتحاول ترن علينا صح؟ رن عليها يا ايه سيدي. ده ايه ده واقفه هناك اهي. الو السلام عليكم يا عم. اه يا عم وصلتي؟ اه صح الراجل قال لي ان انت وصلتي. اه طيب بص يا ماما شايف تقريبا انت طريق كده قدامك لتحت منزل صح؟ ايوه انا قصدي المنزل بقى، امشي على المنزل. الحمد لله ده اللي انا كنت عاوزه، بس المشكله انا تعبت جامد. استنى عاوز امشي وراها بالظبط وافضل ادوس تيت 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 اهي اهي. عليكم السلام يا اماه. دي سرقنا، احنا سرقنا. هيفتح عندك تحت؟ كيف تفتحي؟ خش شمال. العظيم لو فتحتك هزعل جدا. اركبي هزعل فعلا. اركبي. عامله ايه يا الحمد لله. كويسة. ما شاء الله عاملين ايه عليك؟ طب وتركبني تاكسي. معلش يلا. كورسات طاب ولا حبيب قلب اخوك، كورسات شكرا طيب على الهديه الحلوه دي. ده يا حبيبي. المفروض جايين نصور فيديو ليوم ميلادك. انت فرحان؟ انا والله زعلان بس انا فرحان ان شاء الله السنه الجايه هنحقق احسن باذن الله. بتفرح لاخواتك؟ الحمد لله نحمد ربنا والله. مش حلمك فيلا عربيه اي حاجه؟ لا الشغل هو اللي يجيب لك كل حاجه. الله اكبر عليك. طبعا. تم تتع تع تم تع تع تم تتع تع تم تع تع. عايز اقول لها يعني ان شاء الله ان شاء الله بعد 3 سنين. هي مين؟ العروسه المستقبليه بقى بعد 3 سنين؟ طب ومين هيزفك يا صديقي؟ مش لازم يبقى معاك عربيه؟ تعال سوق. ده هزار ولا ايه؟ لا دي مفاجاه حلوه. لا استنى انتوا سارقينها منين يا ولود اللذين؟ الف الف مبروك. كتير علينا والله. يابا. يديك خير ويكفيك شر يا ابن الله. اللهم امين يا حبيبنا احنا وياكم. الناس وياكم. لاخوك. انت عارف هدفك ده من امتى؟ 2019 اخر 2019. انزل انزل انزل. هو في يا جدعان كلكم تقولوا تعالوا تسوق. اركب يا صديق تعالى. ايه ده؟ بنت اخوك يا صديق اركب. مين في اصحابنا عرف؟ عبد الشام. انت تخيل انت رقم كام؟ رقم 2 أو 3. صح. حسيت ازاي؟ بعد لما حققت حلمك ايه الشعور بتاعك؟ حققت هدفي. طبعا الهدف ده من 2019 او 2020 بالظبط. بالظبط، فده هدف مش حلم. الحلم لسه كبير. بس حقيقي ربنا يكفيك شر، واسال رب عشر عظيم ان يحفظها لك ويحفظ اهلك. اللهم بارك لي فيما رزقتني وارزق اهلي واصدقائي خيرا منه وان شاء الله